تجربتي الآن يا صديقي العزيز يا مشاهدنا الفاضل، دخلت إلى مطعم مو بالوقت اللي هو ممكن يعتبروه وقت الذروة، لا وقت عشوائي. فكرتي أن آخذك وياي إلى مطبخ هذا المطعم. عندي سالفة صغيرة أسولفها وياك بلغة الأرقام، ومثل ما عودناك ب 360 درجة. السلام عليكم، شلونكم عزيزي؟ شلون صحتكم؟ شلون اخوانكم؟ طبعا ممنوع الدخول لهذا المكان غير العاملين، مو صحيح؟ بس لكم المكان، بس تحملونا شويه. اللي خايف منه اني مشاهدنا الكريم انه العدد الموجود الان، لان قلت لك مو هو الوقت المناسب والوقت الذروه، عدد قليل هاي اللحظه يعني. احنا فكرتنا قائمه على الاكل الراجع الفائض من الطعام من الناس الزبائن اللي طلبوه ويرجع للمطبخ مره ثانيه. على العموم انا اتوقع راح اخذك الى تجربه انت ما متخيلها، ونتائجها راح تكون بعد لحظات نتائج انا اتوقع راح تكون فعلا نتائج محزنه. خليك وياي. يتهيأ الأكل ويترتب بالشكل اللي قاعد تشوفه الآن، ويتقدم للزبون الحمد لله خيرات رب العالمين. وبعد أقل من ساعة شفنا الكارثة بعيون. صراحة منظر محزن جدا ومؤثر ومؤلم. يعني حلو الإنسان يوسع على عياله ويبين رزق رب العالمين عليه، بس كلش مو حلو هذا اللي قاعد يصير، هذا تبذير. لما سولفت ويا الشباب العاملين هنا بالمطعم عرفت انه احنا ما داخلين اصلا بوقت الذروه، واوقات ثانيه لو ندخل هم ناس كلامهم يقولون يشيب راسك من اللي يشوفه. وهذا اللي راجع هذا على مدار ال 24 ساعه. ليش الانسان ما يطلب على قدر شهيته للاكل؟ يعني بامكان هذا الاكل الزايد ان يعيش عوائل. راح نحكي لكم بالارقام عن هذه العوائل اللي ممكن ان تعيش على هذا الطعام الفائض الراجع يعني. وبالمناسبة هذا اللي تشوفوه أمامكم هذا الراجع بس من المقبلات من السوق. وجبة عشاء وحدة والله نبيها بالمطعم تقريبا ساعتين. رجعا اللحوم يسوون تقريبا 40 شيش كباب، ورجعا لنا تقريبا 20 ماعون تمن، تقريبا 90 قرصة خبز. يعني من مطعم واحد تقريبا 100 وجبة كاملة. خلنا نتصور أنا وياك مدينة متوسطة مو مدينة كبيرة بيها 15 مطعم بس، معناها بوجبة عشاء وحدة راح يزود 1500 وجبة طعام متكاملة. يعني تكفي 107 أشخاص يعيشون بيها لمدة أسبوع كامل تقريبا. هذا شنو؟ وجبة عشاء وحدة الراجع من عندها الفائض من عندها في مدينة واحدة فقط، مدينة متوسطة افترضنا احنا. يعني ممكن مثلا ينطوها للفقراء، الناس المحتاجين، ممكن نفسهم العمال اللي يشتغلون بالمطعم يستفادون من عندها مثلا. وماكو داعي نسولف عن الفقر بالعراق وعدد الموجودين تحت مستوى خط الفقر.